بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اسماء من قناة ست البيت. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المولد النبوي. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب وبسعادة. ان شاء الله النهاردة بإذن الله هنتكلم عن البطاقة النبوية. حبيت في المولد النبوي وفي ذكرى المولد النبوي اني اتكلم معاكم عن البطاقة النبوية، البطاقة الشخصية والعائلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتمنى يا رب ان البطاقه دي تفيدكم، المعلومات دي تفيدكم وتفيدنا كلنا ان شاء الله. يا ريت نقدر نحفظها وتكون عندنا معلومات ولو بسيطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كتير مننا ما يعرفش الاسم الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفش زوجاته عددهم كام، اسمائهم ايه، ما يعرفش يعني ابنائه بشكل كامل، ما يعرفش برضو اعمامه وعماته، ما يعرفش من اخواته من الرضاعة، ما يعرفش. في معلومات كتير نقصانة عن البطاقة النبوية صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم. فحبيت النهارده ان شاء الله ان اتكلم معاكم فيها، ويا رب تفيدكم باذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. تعالوا نبدأ على طول. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وسمي بعام الفيل لأن إبرهة الأشرم غزا الكعبة بجيش ضخم، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته العظيم بطير أبابيل، وهزم جيش إبرهة الأشرم. وبعد هذه الحادثة بحوالي 40 يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول، 12 من ربيع الأول، والموافق بالتاريخ الميلادي 22 من أبريل، 22 من أبريل عام 571 ميلاديا. واسم النبي صلى الله عليه وسلم كامل هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن عدنان، وعدنان من صريح ولد سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة. أول واحدة فيهم وهي السيدة خديجة بنت خويلد، وهي خير نساء العالمين، والسيدة سودة بنت زمعة، والسيدة عائشة ولقبت بالصديقة بنت الصديق، والسيدة حفصة بنت عمر ولقبت بكاتبة القرآن، والسيدة أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية، والسيدة زينب بنت خزيمة وهي أم المساكين، والسيدة زينب بنت جحش وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، والسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، والسيدة صفية بنت حيي والسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، والسيدة ميمونة بنت الحارث، والسيدة جويرية بنت الحارث، وهم ليسوا إخوات. يعني ميمونة والسيدة ميمونة والسيدة جويرية مش إخوات، ولكنه مجرد تشابه في الاسم. كمان أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانوا وهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله والقاسم. وكان إبراهيم من السيدة ماريا. يعني كل أبنائه من السيدة خديجة ما عدا إبراهيم كان من السيدة ماريا القبطية. كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا السيدة فاطمة الزهراء، توفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 شهور، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب6 شهور. كانت السيدة زينب متزوجة من أبو العاص بن الربيع، والسيدة رقية كانت متزوجة من سيدنا عثمان بن عفان، وعندما توفيت تزوج من أختها أم كلثوم. والسيدة فاطمة الزهراء كانت متزوجة من سيدنا علي بن أبي طالب. والقاسم وإبراهيم وعبد الله
ماتوا ولم يتموا سنتين، ما كانوش كملوا سنتين. كده دول أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. كمان كان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كان له 10 أعمام، لم يسلم منهم غير سيدنا حمزة ابن عبد المطلب وسيدنا العباس، دول اللي أسلموا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان كان أبو طالب، عمه أبو طالب حمى النبي كثيرا ودافع عنه، ولكنه في النهاية مات على الكفر وعلى الشرك ولم يسلم. وكمان كان عمه أبو لهب الذي نزلت فيه سورة المسد تتوعده بعذاب شديد، هو وزوجته اللي هي تبت يد أبي لهب وتب. دول كده أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان له 6 عمات، برة وعاتكة وأميمة وأم حكيم البيضاء وأروى وصفية اللي هي أم الزبير بن العوام. اختلف العلماء على إسلامهم، قيل إن هم أسلموا كلهم، وقيل إن مش كلهم أسلموا. كمان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إخوة، ولكن كان له إخوة في الرضاعة، ومن إخوته في الرضاعة كان مسروح بن سويبة وحمزة بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وأبو سلمة. وكمان كان أبناء السيدة حليمة السعدية اللي هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، أبنائها اللي هم عبد الله وجزامة اللي هي الشيماء أخته في الرضاعة وأنيثة. وكمان كان من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمه وثويبة، دي كانت خادمة أبي لهب وحليمة السعدية. دول كده كانوا مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان كان حاضنات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم مربياته كانت أم أيمن بركة الحبشية، وكمان كانت فاطمة بنت أسد وهي زوجة عمه أبو طالب، اللي هي فاطمة بنت أسد. وكمان قيل إن أخته الشيماء اللي هي بنت حليمة السعدية كانت برضو من حاضناته لأنها كانت أكبر منه سنا. بس كده هي دي كانت البطاقة المحمدية، البطاقة النبوية العائلية الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا فيها بشكل مختصر ومبسط ومفيد إن شاء الله. أتمنى يا رب إن كلكم تعرفوها وتحفظوها وتسجلوها دايما، ودايما يا رب تبقوا يعني على دراية بيها. أتمنى يعني ممكن نعملها ان احنا نبقى عارفين على الاقل البطاقة المحمدية والمعلومات البسيطة دي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وده يعني حاجات قليلة جدا 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 من كتير قوي. يعني لو تعمقتوا في السيرة هتشوفوا كتير قوي وتسمعوا كتير قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجات عظيمة جدا وجميلة جدا. يعني اتمنى يا رب انكم تتعمقوا في السيرة وتقرأوها، هتلاقوا حاجات جميلة جدا. وشكرا جدا لكم، يا رب اكون قدمت حاجة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.